السلام عليكم لي زامي. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اكيد غادي تشوفوا الفوطو ديال الكوفرتور غادي تلقاو دي لابس الكحل. بدلت اللبسه علاش؟ حيت هذيك يمكن جات في التصويره زوينه وكل شيء، ولكن ملي درت الفيديو وصورت في الاول بلي صدري عريان وهكا، واحتراما للناس قلت علاش ما نلبسش اللبسه كيف ما يبغيو هما يشوفوني في الصوره. كاين شي حوايج ولا شي لباس نقدروا نلبسوهم في الاوقات بلا كاميرا ولا نلبسوهم مع راسنا، مي لاحظت بان الناس كيبغيو يشوفوك بواحد الطريقه كيف ما هما مثلا كيتخيلوك، واخا ما يمكنش ترضي الناس كاملين، مي كتحاول ترضي الماكسيموم. لهذا انا عارف ان بزاف ديال الامهات وبزاف ديال الناس كبارين كيكونوا كيتفرجوا فيا، وبزاف ديال الشباب وبزاف ديال البنات، وبغي نقول بانني خصني نعطي واحد الصوره اللي كيف ما هما يبغيو يشوفوا، ولا حتى لما شافوها زوينه. المهم انا نحاول ندير محاوله وصافي. هذا هو اهم حاجه عندي في الموضوع. ان شاء الله بغيت نبدا معكم لا فيديو، بغيت نقول لكم بان تشوفوني بانني كنهضر معكم بطريقه واحده اخرى، كونسيبت جديد. انا براسي ما كنتش متوقع. شوف هذا الماتيريال هو شي كامل اللي كتشوفوه كان عندي شحال هذه وكل شيء، وكل حاجه كنت كنقول اجي واحد النهار الوقيته ديالها غادي ندير بودكاست، غادي مي مزيان من يطرى هذا المشكل هذا اللي هو انه مشى لي الانستغرام. شي حاجه مزيانه قواتني، علمتني بزاف ديال الحوايج، خلاتني نعرف راسي خصني نصاوب بزاف ديال البلاتفورم يكون عندي فيهم قنوات، وماشي نحتصر على حاجه واحده اللي هو انستغرام. صافي بغيت نهضر لكم على هذا الموضوع هذا بالضبط. علاش بكيت على انستغرام؟ حتى هذا الموضوع هذا دار ضجه كبيره بزاف في المواقع التواصل الاجتماعي بكل شيء، بلا باج فيسبوك، بالانستغرام، في تيك توك، في يوتيوب، كل شيء كيهضر على هذا الموضوع هذا. هذا الشخص بكى على الانستغرام ديالو، دار فعل تراك، كل واحد كيفاش كيشوف المنظور من الجهه ديالو. انا نهضر معكم دابا من المنظور ديال الجهه ديالي. انا واحد الانسان ظريف الحمد لله، مرضي الوالدين، مربي بزاف ديال الحوايج زوينين. يمكن عندي واحد النسبة ديال 7/10 زوينة و3/10 خايبة. فحال أي إنسان أنا ماشي بيرفكت، ولكن الطموح ديالي أنني إن شاء الله نولي 9/10 مزيان، لأن ما يمكنش نكون على 10/10، لأن حتى شي حاجة ما كتكون على 10/10 في الحياة. أوبليجي خصها تكون، لا جبتي غير 9 و9.5 في الحياة راك مزيان وراك بيرفكت. بغيت نقول لكم بأن علاش بكيت. أنا واحد الإنسان حساس، يمكن زيد نغزه، زيد شويه لا دوز فهاد الحاجه هذه، ماشي فحال كاع الناس. مني مشى لي انستغرام ديالي، نعاود لكم بعدا القصه قبل من مشى لي انستغرام. بغيت نقول لكم كيفاش حتى وصلت من دبي وشنو طرا باش مشى الانستغرام، كيفاش تفقت من الناس، كيفاش كلشي. اول حاجه جيت من دبي، عندي خدمه بزاف، عندي بزاف ديال الحوايج، بزاف ديال لي باج انا خدام معاهم، بزاف ديال الشركات عندي معاهم دي فيديو، عندي معاهم دي ستوري، عندي معاهم بزاف ديال الحوايج. نورمالمون الخدمه ديالي هي هذيك، باش ما نكذبش عليكم، انا هذيك هي الخدمه ديالي، هي اللي كنخدمها دابا لحد الساعه. ما عندي حتى شي حاجه من غير الدخل ديالي اللي كندخلو من السوشيال ميديا. وي ماشي عيب، حيت خدمه. انا كنتعذب، كنصور، كندير بزاف الحوايج، كل واحد وكيفاش كيشوف الطريقه ديال السوشيال ميديا. كاين اللي كيشوفها بان ماشي خدمه، كاين اللي كيشوفها بان ماشي، لا غير ما كدير والو، ما كتعذبوش، ما كديروش. لا انا كنشوفها بان خدمه، وتبارك الله خدمه صعيبه ماشي سهله اصلا. غير باش تكون انك كاعي ولا مريض ولا عندك بزاف ديال الحوايج، مشاكل دارينك في راسك، وتنوض وتشوف في الكاميرا وتضحك وتبتسم ودير بحال ما كاين والو، هذا بحد ذاته راه انجاز بالنسبه ليا. ماشي كاع الناس يقدروا يديروا هذا الشيء هذا، من الحمد لله على كل حال. بغيت نقول لكم انا كنت جاي من دبي، عندي خدمه، عندي بزاف ديال الحوايج خاصني نديرهم، خاصني نبارطاجيهم مع الناس. وصلت نعست، قلت لي الصباح بانني غادي نفيق ان شاء الله مع 10، غادي ندواش، غادي نبدا الروتين ديالي اليومي. عندي شحال من حاجه خاصني نقضيها في ذاك النهار ديالي، من بعد خاصني نمشي كازا، عندي مطاعم، عندي بزاف ديال الحوايج خاصني نخدمهم، بزاف ديال الكولابوراسيون كيف ما قلت لكم في الاول. شويه كنفيق مع 8 ديال الصباح، 9 ديال الصباح، حيت الانستغرام مشى ليا مع 8:30 ديال الصباح. كنفيق ما كنلقاش الانستغرام ديالي. كيفاش؟ واش بصح هادشي؟ لا ما يمكنش. كنتاكد كندخل الجيميل ديالي، كندخل داكشي، كنلقى بصح انستغرام ديزاكتيفي، ما كاينش. الانستغرام اللي حيدوه. علاش؟ حيتاش كاينين الناس دخلوا وسينيالاو لي الكونت، ماشي سينيال ديال الناس العاديين، لا سينيال ديال الكوبي رايت، ديال الناس كيكونوا مخلصين عليك، ولا كيكونوا ناس عارفين في الدومين مزيان ديال الهاكر، ولا ديال كيفاش كيديو لي كونت.
وكيضربوا لك الكونت ديالك بواحد الطريقه اللي كتسموها كوبي رايت. باش مشى ليا انايا، مشى ليا بطريقه ديال الكوبي رايت. كوبي رايت هو انك كدير فيديو، كيمشيو همايا كيقادوا بزاف ديال لي فيديو، كيديروا بزاف ديال الحوايج، كيقول لك لا هذا راه ديالي وانت نشرتيه بطريقه واحده اخرى. هذاك الاسم ديال مثلا المطعم ولا الاسم ديال الكلمات اللي قلتي راه في سميتي انايا، وهذا الانستغرام هذا اللي هو ديالي مثلا راه كيخالف الحقوق، وكيديوه لك بهذيك الطريقه وكيتسمى كوبي رايت. كنقول كوبي رايت، كنلقى واحد لا فيديو اللي ما فيه حتى شي حاجه، اللي فيه غير انا والوالده ديال واحد المطعم، كنلقاها كوبي رايت، ما كنفهم والو، كنقول لا ما يمكنش هادشي، راه زعما راه غير كنتخيل. وهو انا شوف كتكون متوقع، ولكن اللحظه اللي مشى لي في الانستغرام كانت صعيبه عليا، ماشي سهله، حيتاش انا جاي عول على الخدمه، عول على بزاف ديال الحوايج عندي ما ندير في الانستغرام، يعني جاي عندي خدمه ديالي فهاد الحاجه خاصني نقضيها، نفيق ما نلقاش باش نخدم، صعيبه ماشي سهله. راه انستغرام عباره عن شركه، واحد لا سوسيتي كبرتها بنيتها بحال شي بيبي صغيور، كان فيه 1000 ابوني، ولاو فيه بزاف ديال لي زابوني، ولاو فيه 50، ولاو فيه 100، ولاو فيه 200، 300، 400، 500، 600، 700، 800، 900 مليون، غادي المليون و100 تبارك الله. ويمشي في لحظه، ماشي سهل، ماشي سهل نهائيا، نهائيا بالنسبه لي انا ك الشخصيه ديالي، ولا كعلاء، ولا انا كيفاش كنتعامل مع داك البيبي ديالي اللي هو شركه ديالي. كتخيلوا بانك تفيق من الناس تلقى الشركه ديالك ما كايناش، الشركه ديالك ما خداماش، الاسهم ديالك نزلوا، كلشي نزل، ما بقات حتى شي حاجه، اللي بنيتيه كامل مشى في راه مشات عين. علاش؟ حيتاش انسان كيكرهك، حيتاش انسان حاقد عليك، حيتاش انسان باغي يطيحك، حيتاش هذا هو الاسباب. ما كاينش سبب، ماشي الانستغرام اللي حيدوا لك ولا حيدوا لك ناس دخلوا باش انهم يصفيو لك الحساب ديالك، ماشي مشكله. بقيت جالس كنتقاتل ديك النهار، كنحاول كنشوف كنقول لا ما يمكنش، لا ما يمكنش. دوزت داك النهار الاولاني، دوزت النهار الثاني، دوزت النهار الثالث. النهار الثالث والاذان دابا والله اكبر كبيره، بغيت نقول لكم النهار الثالث كنت كندير واحد لي ستوري في انستغرام هكا، كنضحك مع النونوس، كنعبر، كنشديت هذاك المونيكو، كنت كنقول ليه، كنضرب فيه، كنقول علاش ديتي لي انستغرام، علاش. المهم نحط لكم لا فيديو ديال هذا المقطع هذا دابا، تشوفوه تفرجوا فيه كامل كيفاش تبدا الموضوع، ومني غادي يسالي بالطريقه اللي بكيت فيها، ونكمل لكم عاوتاني. شفت واحد الحاجه في لابوبو، يلا البارح في الليل قلت بلاتي تنديرها نصور لي زامي. ايوا لي زامي عارفين بان لابوبو يستاهل دابا 600 درهم، عرفتوا علاش؟ حيت كيدور راسو كيدور. شفتو في واحد الفيديو قلت والله تنجرب نشوف واش ديالي كيدور ونلقى كيدور طلع لابوبو كيدور. ها نتوما لي زامي كيستاهل. المهم عنقو ماشي هو هذاك، ولكن انا خاصني نكتشف شنو وسطو. المهم شي نهار غادي نشوف ملي يطلع ليا في راسي، ما عرفتش واش هو النحس عليا ولا لا الا مشات كان هو النحس نشدو نشرحو ونشوف شنو فيه لداخل، حيت ما يمكنش هو كيدور. دابا بغيت نسولك علاش اختاروا لك هاد الصفه هادي؟ دابا انت زوين ولكن هاد الصفه ديالك ماشي ما زويناش ديال الترفيق ماغ عطيني دابا هذا هو اللي دار لي الانستغرام، عطيني يما دار لي الانستغرام عطيني يما دار لي الانستغرام. علاش درتي لي الانستغرام؟ علاش درتي لي الانستغرام؟ شنو درت لك؟ علاش درتي لي الانستغرام؟ هذاك رزق، علاش تقطع رزق ربي؟ واش ما عارفش ربي راه كاين فوق منك؟ واش ما عارفش ربي راه كاين فوق منا؟ واش ما عارفش راه ربي كيجازي الانسان على اي حاجه دارها؟ غير فاصون دو باغي، بحال كنهضر مع داك الانسان ونبردها في لابوبو. واش ما كيأنبكش ضميرك؟ واش كتنعس مرتاح؟ انا عارف كتشوف فيا وعارف كتفرج فيا، واش كتنعس مرتاح؟ انا ما كنعسش مرتاح. شنو استفدتي؟ انا ما كنعسش مرتاح. خدمتي هذيك الحاجه ديالي انا درتها بيديا، علاش؟ شنو المشكل؟ شنو حاجه؟ اش غادي نقول باش نقول؟ علاش؟ قلبي ضاربني ديال بصح، وكنحاول نشط راسي، وكنحاول
ولكن ما كيبقاش كنقول علاش. كل واحد كيقطع في جهه، كل واحد كيشرك في جهه. مع وصلت للمغرب ما يمشي لك واحد الحاجه ديالك، خدمه كتسناك، بروجيات كيتسناوك، كلشي كيتسناك، يمشي كلشي في رمجة عين. هاد الكونط الحمد لله ربي غادي يجازيني ويعطيني وكلشي، ولكن لي سيفونير ديالي وداكشي اللي خدمت عليه، لي فيديو اللي خدمت عليه، كل حاجه خدمت عليها كنديرها. المشكل انا ما كندير لا فيسبوك لا تيك توك لا حتى شي حاجه. علاش كنقول انستغرام؟ حيتاش كنخلي الناس كيترزقوا على ظهري، حالين لي باج فيسبوك بسميتي، حالين لي باج تيك توك، كيدخلوا فلوس كيديروا اشارات. كنقول ماشي مشكل، انا بارك عليا انستغرام، واحد النهار غادي يجيو يوتيوب ديالي وغادي يجي. ولكن تالي علاش؟ شنو المشكل؟ تالي نبقى صابر صافي، ما يمكنش. حاولوا ترجعوا لي الانستغرام، هذاك اللي دار لي السينيال واللي درت لي السينيال ولا اللي مخلص عليا ولا اللي مخلص عليا صافي، بغيت الانستغرام ديالي، ما بغيت والو. هذوك جوج ديال اللي دايرين ليا الكوبي رايت يحيدوها، حيتاش عندكم الحق تحيدوا ديك الكوبي رايت. انا دابا كنطلبكم كنقول لكم صافي حيدوا. هادشي شو جاتكم كاع؟ شو درت لكم كاع؟ حتى انا كتعرفني اجي قول لي خويا درتي ليا نتفاهموا ماشي مشكل، ولكن علاش تقطع لي الرزق ديالي وتقطع لي شحال انا ديالي اصلا خدمت عليها صاحبي؟ خاصكم ترجعوا لي الانستغرام حيت ما يمكنش. شحال نبقى نصبر؟ ما نقدرش نصور، ما نقدرش ندير والو، واخا نقول انايا ندير ولكن ما نقدرش ندير. داكشي اللي خدمت عليه انايا، خدمت عليه ديال بصح. كل صباح كنحاول كل شويه نصبر راسي، نقول لا ما تبكيش، لا صافي كون قوي دير، بدا كنكذب على راسي. لا انا ما قاويش، انا دابا هاد الساعه ما قاويش، خاص داكشي ديالي يرجع. والله خاص داكشي ديالي يرجع. اتشايد ما نقدرش، عرف شحال صعيبه. شوف ساهل طلع اي حاجه وطلع صافي راك معروف، ولكن لا بغيت ديالي انا هذاك. بنادم ما يحقد عليا لهالدرجه، شنو درت ليه؟ المشكل هادشي خاصكم تعرفوا بان الناس كيخلصوا علينا فلوس صحيحه باش كيقدروا يديو لك الانستغرام، فلوس صحيحه، حيت هذاك اللي كيديلك راه كياخذ درب، ولكن حاجه فلوس كيبقاو لا درب لا والو، كلشي العالم كتعطيه غير فلوس كينسى. واش فهمتوا؟ بنادم حقود لهالدرجه يخلص عليك. نقول لكم بزاف الناس كيسولوني على واحد اللعيبات كيفاش الكونت كيكون، سولو كيفاش كيديو الكونت كيكون خدام مزيان. الكونت ماشي كيدير لك شي واحد وكيحلو عنده، لا الكونت بقاو تما كيبقاو يسينياليو وكيبقاو يديروا داكشي وكيبقاو يحافظوا عليك حتى كيبانيو لك الكونت كيبقى يسحب الانستغرام. الشركه كيقولوا بانك انت راك فو كونت، بان واخا انت كونتك فهمتي خدام به. انا كونت ديالي من 2010، ولكن كيبقاو عليك حتى كيجيبوا شي فيديو ما عرفتش كيفاش كيديروا كوبي رايت. انا الفيديو اللي داروا لي كوبي رايت هو ديال بامبو، كنت واحد المطعم ديال السوشي هو اللي داروا لي عليه الكوبي رايت. علاش؟ واخا سولتهم ماشي هما مساكن اللي داروا الكوبي رايت، ماشي هاد الشركه اللي كتخدم معاها عندها الحق يدير الكوبي رايت، مي هما ما يمكنش يديروا الكوبي رايت. مي يخداو واش من الاغنيه اللي كندير ديال سعد المجرد، ولكن الاغنيه انا واخدها من الانستغرام. واش فهمتوا؟ حتى ديك لاباج ديال اللي انا عندي في الفيسبوك هي اللي عندها يمكن حتى هي العلاقه بهاد اللعيبه هادي. والمشكله لاباج ديالي ما طالعاش الا فيها 4000 وبنادم عنده 200,000 بسميتي. دابا انا كنطلبكم عطيوني الثقه صافي، عطيوني الثقه، خليو لي الانستغرام ديالي بعدوا مني ديال بصح. اقسم بالله ورجع لي انستغرام والله ما نعاود نهضر مع شي واحد ولا نعاود نتلاقى مع شي حد ولا نعاود حتى شي حد. صافي راسي نهائيا. اي مشكل عند شي واحد والله ما ندخل فيه، ولا انا غادي اصلا غير بالنيه، اصلا غادي غير بنيتي. انا ما بغيتك. اكيد غادي تكونوا شفتوا الفيديو، شفتوا كلشي، شفتوا داكشي اللي هضرت لكم عليه دابا. طريقه البكي ولا الطريقه باش بكيت كانت ما درتش على الحساب. كنت جالس كنصور تلقيت راسي كنبكي على ديك الحاجه اللي انا افتقدتها، اللي انا
ما لقيت والو قدامي، ما لقيت في جنبي حتى شي حاجه. الخدمه ما كتبقاش ان فوا كيمشيو لك الانستغرام، ما كتبقاش الخدمه، لان حنا ولينا في عصر ديال لي زابوني، ديال الفيوز، ديال السوشيال ميديا. يعني ما كاينش شي واحد يقدر يعقل عليك وانت خدام معاه وحكا ما عندكش انستغرام ولا ما عندكش فيوز ولا ما عندكش لي زابوني بزاف عاليين، حتى واحد ما يعقل عليك. صافي جاتني القهره، بقيت كنقول لا ما يمكنش، كيفاش علاش يمشي ليا وانا محتاج انستغرام. انا مني بكيت على انني ما بقاتش عندي خدمه، انني بقيت بلا حتى شي حاجه. يعني خاصني نبدا من الزيرو. صعيب عليا، ماشي صعيبش عليا، صعيب عليا انني نبدا لغد ليه. خاصني واحد المده اللي هي بحال دابا. انا دابا بديت، انا دابا صافي بديت كنسى، انا بادي من الاول، بادي من جديد الحمد لله. ولكن في ديك الوقيته صعيب عليا، كيجيني كلشي صعيب صافي. كيبان لي غير انستغرام، ما كيبان لي حتى شي حاجه من غيره. علاش يمشي؟ علاش كنلوم راسي؟ واش فهمتوا القصد ديال البكيه ولا القصد علاش بكيت؟ كنقول انا خاصني انستغرام ديالي يرجع. عافاكم رجعوا لي انستغرام، عافاكم راه كنهضر بواحد الحرقه اللي ديك الساعه ما كنتش قادر. دابا لو جيتوني دابا ما نبكيش عليه، حيت علاش هو الحمد لله واحد اخر وطلع وفيه فيوز اكثر من لي زابوني، فيه مشاهده اكثر من الناس اللي متابعيني، والحمد لله راه درت السميه ديالي، ما كاينش المشكله. ولكن في ديك اللحظه كانت لحظه ضعف، الانسان كله كيضعف. غير انا المشكله ديالي انني كنضعف قدام الكاميرا. انا ما عنديش كنضعف غير في ما بيني وبين راسي، ولا ما بيني وبين الوالده، ولا بيني وبين عائلتي. لا، كنضعف حتى في هذه الحاجه دابا اللي واش كنديرها هي الكاميرا. هاد الحاجه ديال السوشيال ميديا اللي منها الكاميرا بصفه عامه، انني كنتقابل مع الكاميرا صافي وليت هي كنقدر نبين حدا انا فرحان، نبين حدا انا ضعيف، نبين حدا انا ماشي قوي. الكلمه ديال انا ماشي قوي على في ديك اللحظه انا ماشي قوي باش انني نعاود ونبدا من جديد. انا ماشي قوي، الحمد لله انا قوي وراجل، والحمد لله درت بزاف ديال الحوايج قبل من السوشيال ميديا. ماشي هذا كل المشكله عندي. القوه ماشي قوه الجسد ولا قوه الروح. ديك الساعه روحي ما قوياش، انا صافي كيبان ليا لا انا خاصني انستغرام. انا لا والو حتى حاجه ما كتعنيني من غير خاصني نرجع لي انستغرام ديالي. خاصني ندير المستحيل، عافاك ربي كندعي باش انا نرجع. وصافي ودازت ديك الوقيته والفيديو دار بوم، وكل واحد كيفاش كيقطع، ولا كل واحد كيفاش كيشرك فيا، وكل واحد كيفاش كيهضر عليا. مي من غادي تجي تشوف وتسمع مني الحقيقه علاش، تقدر تبدل الراي ديالك. كيف ما دابا نتوما كتفرجوا فيا، كنتمنى الناس اللي شافوني في ديك الطريقه ولا بديك الصوره، انا كنحاول باش نشوف، ماشي كنحاول باش نصح عليهم الفكره ديالهم، ولكن كنحاول نبرر. حيت سي اوبليجي انني ملي كتشوف شي حاجه فاتت الحد ديالها، سي اوبليجي انك تخرج تهضر تعبر، تقول لا ها انا ها علاش، ها شنو درت، ها كيفاش، ها شنو كان الاحساس ديالي ديك الساعه. راه مني بكيت على الخدمه ديالي، بكيت على الرزق ديالي. ما بقاش عندي الخدمه، ما يبقاش عندي مدخول، ما غاديش يبقى عندي ناس متبعيني، ما يبقاش عندي الذكريات ديالي اللي صورتهم سنين وانا كنصور فيهم، اللي مده عامين ولا 3 سنين وانا كنصور في دي فيديو، كنتعذب عليهم، كنخسر عليهم فلوس. كل فيديو كنخسر عليه زبال ديال الفلوس باش نصور ذاك الريل. يعني جاني واحد الضعف اللي خايب بزاف، وكنتمنى تفهموني دابا علاش بكيت وعلاش قلت هذاك الكلام وعلاش خرجت بديك الصوره. حيت كنحسبكم عائله وكنحسبكم فاميلا ديالي، نتوما ناس متابعين ديالي، راه ماشي ناس عاديين. انا بالنسبه لي نتوما هما السند، هما السبب اللي حنا اصلا كنوصل لهذا الشيء هذا كامل، بسبب المتابعين، بسبب الناس اللي كيبغيونا، بسبب الناس اللي كيتلاقاو معنا في الزنقه، بسبب الناس اللي كينتقدونا حتى هما كينفعونا. حيت الانتقاد ما يمكنش ما تنتقدش، غير هو خاص انسان من يكون ينتقد نقد بناء، ما يعايرش. حيت ملي غادي تجي انت تقول لي الفاعل التارك، انا ما حقي نجاوبك. ولكن ملي تقول لي عافاك ما عجبتنيش اللبسه ديالك، عافاك بدل من هذا الشيء هذا، عافاك حاول المره الجايه هضر بهذه الطريقه، راه الناس كتفهمك غلط، كتحاول تعلم. حيت انا اللي جيت تشوف علاء ديال شحال هذه ماشي هو علاء ديال دابا، تبدلوا فيا بزاف ديال الحوايج الحمد لله. وصافي، وبغيت نقول لكم هذا هو الموضوع الاولاني ديال علاش بكيت على الانستغرام. ودابا غادي ندوز معكم الموضوع الثاني، علاش الانستغرام مهم بالنسبه لي. انستغرام مهم بالنسبه لي لانه واحد الحاجه اللي نقداتني ولا عاوناتني من بزاف ديال المشاكل دزت منهم شحال هذه. انا نورمالمون كان عندي كنت خدام قبل من السوشيال ميديا، كنت خدام، عندي خدمه ديالي، عندي بروجي ديالي،
وفقدت البروجي ديالي في ثانيه. لقيت البروجي ديالي فاقدو، ما غاديش يبقى عندي. اوكي انا بعتو، انا كل شيء، وانا درت بزاف ديال الحوايج، ولكن ماشي لخاطري. كانوا عندي اسباب، كانوا عندي بزاف ديال الحوايج ما نقدرش نقولهم، لان كيبقاو اسباب شخصيه فوق الدرجه، فوق الحد، ماشي شخصيه عاديه. انا ما عنديش مشكل انني نقول ونعترف بكل شيء، ولكن هذا الشيء هذا غادي نخلي لكم لواحد الحلقه، واحد البودكاست جاي في الطريق ان شاء الله مع سلمى اقصبي. هضرت على هذا الموضوع، علاش مشى وكيفاش وهذاك الشيء. مي بغيت نقول لكم انني كنت خدام، كان عندي ريستورون ديالي تبارك الله زوين، صاوبته بحب في الوقت ديال كورونا. انتم عارفين الوقت ديال كورونا فريمون دمراتنا بزاف كورونا. انا من دوك الناس اللي دمرت في كورونا، لانني كنت كنصاوب المحل ديالي وجات كورونا وسدوا علينا، وبقيت كنخلص في الكرا، وبقيت كنخلص في الخدامه، وبقيت كنخلص في بزاف ديال الحوايج، في الكريديات، بزاف ديال الحوايج في واحد الوقيته اللي حنا جالسين في الدار وما عندناش مدخول وكنخرجوا. يعني كلاتني كورونا بزاف. من موراها درت افتتاح. نهار افتتاح طرا لي بزاف المشاكل وداك الشيء، انا في غنى عن هذا الموضوع باش نهضر فيهم. مي اللي غادي نقدر نقول لكم انني نخلي لكم لا فيديو هنايا غادي تفرجوا فيه دابا كامل، غادي يدوز، ومن بعد نكمل لكم القصه ديالي. اكيد من غادي تشوفوا لا فيديو اتفهموا بانني انا انسان اللي خدمت ودمرت وصاوبت هذا الريستورون اللي شفتوه كامل بحب، حاجه بحاجه انا اللي صاوبتها.
التريه انا صاوبتها، انا اللي درت لها الديزاين، انا اللي قديتها، مشيت شريت الدجاج بوحدو، الخشب بوحدو، البولات بوحدهم ولصقتهم باش نخلي هذيك التريه تكون فيها البصمه ديالي. انا اللي صاوبت الفراش، انا اللي درت الديزاين، انا اللي درت كل شيء لديك المحل باش يكون عندي في الاخر ما كتابش. وكنحمد الله وكنشكرو، ما كاينش مشكله. علاش؟ لان ربي عوضني بالانستغرام. انا هادشي كامل باش غادي نقول لكم شنو هو بالنسبه لي الانستغرام. انا في ديك الوقيته كان حطينا واحد لا فيديو، اختي حطات واحد لا فيديو ودار الباز ديك لا فيديو ديال اختي انا واختي، اللي انني كنعنقها وهي كتعنقني وكنبكي وكندير واحد لي مومون زوينين، واحد اللحظات اللي كانوا مؤثرين بزاف، حتى هما غادي نخليهم لكم دابا تشوفوهم وعاد نكمل معكم عاوتاني. اكيد تكونوا شفتوا لا فيديو. هذا هو لا فيديو بسبب ديال الشهره ديالي انا واختي، ولا سبب باش اننا تعرفنا في قلوب الناس. من موراها بدا كيطلع لي انستغرام، وصل 50 كا، كان عندي المحل ديالي، ما كنتش كنسوق الاشهار، ما كنتش كنعرف اصلا شنو هو هذا الشيء هذا. انا كان عندي كونت عادي جدا، كنعرف انستغرام وكنبوستي فيه بوست صويره فيديو صافي. اما باش انني نخدم منه، باش انه كيعطيك تقدر تاكل منه، تقدر ديروا محتوى، تقدر ديروا بروجي، تقدر ديروا شركه، ما كنتش عارف هادشي صافي. ما كنتش كنسوق الانستغرام عادي، كانت عندي الخدمه ديالي. من بعد مني دزت في واحد المرحله اللي هي صعيبه، موراها بقيت كنهز التليفون كنشوف الانستغرام، كندخل كنشوف الناس كيتصيفطوا لي ميساجات، يا انت ظريف، قلبك زوين، كتبغي اختك، حنين في اختك، كنشوف لي ميساج بحال هكا بحال هكا. بقيت كنقول كيفاش هادشي هذا. موراها تعرفنا على ناس في السوشيال ميديا، ناس هما عندهم انستغرام ولاو كيقولوا لنا شنو كيفاش شنو تقدروا ديروا نتوما، خاصكم ديروا محتوى، خاصكم تعرفوا على الناس راسكم، خاصكم. عجبنا الحال انا واختي، دخلنا لهاد الدومين هذا. انا لقيت راحتي في الكاميرا، لقيت راحتي انني نتعرف على الناس جدادين في حياتي، لقيت راحتي انني ولاو كيبغيوني شويه ديال الناس في ديك الساعه. قلت اوكي نخدم عليه، بقيت كنخدم عليه. خرجني من واحد الاكتئاب حاد، خرجني من واحد الحياه ولا واحد الوقيته في حياتي كنت محتاج انني يكون عندي ناس في حياتي، انني نلقى واحد الحب ديال الناس. فحال ربي حس بيا وصيفط ليا محبه الناس اللي هي محبتكم وصافي. وعجبني الحال وبقيت كنخدم عليه، وربيته بحال شي دري صغيور ياك، وبنيته خطوه بخطوه. تعرفت عليكم كاملين، تعرفت على بزاف ديال الناس ولاو انا عزيز عليهم وما عزيزين عليا بزاف. وانا يمكن انا مازال كنتعرف على راسي في السوشيال ميديا، وكنعرف شنو خاصني ندير شنو ما خاصنيش ندير، لان ما يمكنش انني نرضي كل شيء، وما يمكنش انني يبغيوني كاع الناس. ولكن كنحاول انني نطور من راسي ونتقرب لمحبه الناس اكثر واكثر، ونتقرب القلوب لهاد الناس اللي كيتفرجوا فيا، وهاد الناس اللي كيدعموني، وهاد الناس اللي كيشاهدوني. وصافي بغيت نقول لكم بان ربي هو اللي جازاني على هادشي هذا، وعطاني هاد المحبه، وعوضني على البروجي ديالي، وعطاني بروجي اخر وشركه اخرى اللي هي انستغرام، واللي هي محبتكم. حيتاش مني ربي كيحبب العبد ديالو فيك راه شي حاجه اكسبسيونيل وشي حاجه زوينه بزاف، وما تصورش اي تصوروها غير الناس اللي شوف الناس اللي في السوشيال ميديا هما اللي غادي كيحسوا هذا الاحساس هذا، ولا غير الناس اللي غير في الخدمه كيكون شي مدير ولا مديره ولا شي استاذ ولا شي استاذه كيكونوا مميزين في البلاصه فين كيكون مثلا في شركه كيكون المدير ظريف بزاف، كيكونوا الشركه كامله كتحماق عليه، هذا راه حب الناس. كيكون شي استاذ مميز كيكونوا الاطفال ديالو كاملين كيحماقوا عليه، هذا راه هو حب الناس. راه ماشي ضروري تكون في السوشيال ميديا، راه حب الناس ربي ملي كيحبب فيك العبد ديالو ماشي ضروري تكون في السوشيال ميديا، تقدر تكون غير انسان خدام نورمال، ولكن كيبغيوك بزاف ديال الناس كيحترموك وكيقدروك وكيعطيوك واحد الحب اللي انت ما كتكونش متوقع. وصافي. وهذا علاش بغيت نقول لكم الحمد لله على كل حال. شكرا على السيبور ديالكم، شكرا حيت تفرجتوا فيا، شكرا حيت عجبكم هذا الفيديو. انا كنقول انه غادي يعجبكم، واخا ما عرفتش واش يعجبكم ولا لا، ولكن كنتمنى انه يعجبكم، لانني كنهضر معكم بصدق وبصراحه
و فريمون كندوز من مرحله صعيبه ولكن في خاطر الخدمه ديالي وفي خاطر المتابعين ديالي وفي خاطر الناس اللي كيشجعوني وفي خاطر الماما الوالده خاصني نصور وخاصني نعبر وخاصني ندير بزاف ديال المحتويات باش نتقرب قلوبكم وباش نكبر في عينيكم وصافي. بغيت نقول لكم شكرا ولا تفرجتوا فيه وعجبكم لا فيديو. بغيت نقول لكم ديروا لي لايك ياك، وبغيتكم ديروا لي كومونتير زوين تشجعوني، وبغيتكم ديروا لي ابوني لاباج ديالي ديال اليوتيوب اللي هي علاء فاميلي اللي كتفرجوا فيها دابا. كتهبطوا لتحت كتشوفوا كديروا علاء فاميلي كديروا ابوني ولا فولو باش تكبر العائله ديالي هنايا. وشنو اخر صافي هادشي هذا اللي بغيت نقول لكم. شكرا على المشاهده، الله يكبر بكم. وبغيت نقول لكم بانني درت انستغرام جديد وتبارك الله دابا راه فيه شي 215 ها هو هنايا. ودعوا معايا انه يرجع لي الانستغرام ديالي القديم لانني فريمون كان لي بزاف وتا رجع ليا غادي نخليه سوفونير عندي غادي نخدم به وغادي نخدم به على القد ديالو. ما غاديش نخليه بحال اللي كنت كندير فيه شحال ديال ستوري ولا الحياه ديالي. دابا كنفضل انني الحياه ديالي نولي نصورها عباره عن فلوغ باش تبقى عندي سوفونير زوين. وفي نفس الوقت الشركه ديال اليوتيوب انها شركه زوينه وشركه اللي هي كتخلصك، ما كيتخلصش من الاشارات، ما كتخلصش من بزاف ديال الحوايج، كتخلص من الشركه ديالك. واهم حاجه في هادشي كامل بغيت نقول لكم شكرا على التشجيع ديالكم وبقاو تشجعوني دائما. شكرا على المشاهده، الله يكبر بكم اصدقائي. شكرا للناس اللي كتبغيني، شكرا للناس اللي كتنتقدني، شكرا للناس اللي تولي تبغيني، شكرا للناس اللي غادي تولي تتبعني. شوف واخا نعيا ما نقول لكم شكرا والله ما تكفيكم. شكرا بزاف لكم كاملين بالزوين وبالخايب. تهلاو لي في راسكم.